السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبعي شوات أم نزار، مرحبا بكم في فيديو جديد. إن شاء الله يلقاكم هذا الفيديو في أتم الصحة والعافية بإذن الله تعالى. نبداو الفيديو ديالنا بالصلاة على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن شاء الله الفيديو ديال اليوم غنشارك معكم فيه الأخطبوط أو زيز أو البولب، كل واحد شنو كيقول ليه، عنده سميات صراحة بزاف. مهم حنا كنقول ليه أزيز. غادي نشارك معكم بواحد الطريقه اللي كيجي بها بنين بزاف، وكيجي اللحم ديالو فتي وطايب. ما شاء الله، واحد المريقه اللي كتجي زوينه بزاف غير في الكوكوط. كاين اللي كيديروا في الطاجين، كاين اللي كيديروا مع هكذا شي شلاضه او لا، يعني كاين اللي كيشويه، كل واحد كيفاش كيطيبوه. هنا ان شاء الله غادي نشارك معكم بهذه الطريقه هذه اللي كيجي بها زوين بزاف وسهل دغيا كيوجد. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم. واول حاجه غنديروها قبل ما نطيبوا هاد الازايز ديالنا، غادي ناخذوه غادي نحطوه فوق البوطاجي اولا فوق شي قراده اولا شي حاجه، وغتهزوا شي مدلك اولا شي حجره وغتضربوه مزيان مزيان. كيكونوا فيه شي عصبات خصهم ضروري يعني تضربوه مزيان حتى كيترخف هذاك الزيز، كيطلقوا هذوك العصبات اللي فيه باش كيسهل يعني باش يطيب لينا، كيجي يعني دغيا كيطيب. سواء كان جديد راه ديروا ليه هاد الطريقه، كنتو درتوه في الفريغو اولا المهم الوقت اللي جبدتوه باش طيبوه، غير ضربوه بالمدلك مزيان اولا بشي حجره كيف ما قلت لكم، راه دغيا كيطيب. حيت دوك العصبات اللي كيكونوا فيه كيطلقوا صافي، يعني دغيا كيطيب لينا هذاك ازايز، ما كياخذش الوقت بزاف وكيجي اللحم ديالو فتي. المهم هنا راه درت هذيك المرحله هي الاولى، يعني قبل ما نبدا نصور درت هذيك المرحله، ضربته مزيان بالمدلك. لحقاش كيف ما كتشوفوا معايا هذا زيز هذا كبير شويه اللهم بارك، يعني ضربناه مزيان مزيان صافي. هنايا غادي نحاول نقشروا شويه، بغيتو تقشروه بغيتو تخليوه، هو صراحه كيخليوه بالقشره ديالو كيطيبوه يعني عادي. حنا هنايا نقيناه شويه من هذيك القشره وخديناه درناه في واحد هكا شي قاميله هكذا كبيره، كديروا فيها الماء وكديروه يتسلق واحد شويه تقريبا هكذا، غير يبان لكم يعني داك الماء بدا يعني كيسخن شويه صافي حيدوه، غير يشد يبان لكم هذاك زي شاد في راسو باش تقدروا تقطعوه. صافي كتحيدوه من هذاك الماء كيف ما كتشوفوا معايا. تبارك الله راه هذاك زيز راه كبير صافي. هنايا خدينا من بعد ما تسلق واحد يعني غير كنسلقها كتسلقوه، وهنايا غنبداو نقطعوه. غنقطعوه يعني باش هكذا نديرو في الكوكوط نطيبوه. كتقطعوه على حسب الحجم اللي بغيتو نتوما، بغيتو تقطعوه كبير بغيتو تقطعوه صغير، المهم نقطعوه هكذا الجهد يعني باش يعني هكذا كتاكلوه. صافي هنا غنقطعهم كاملين على هذا الشكل، يعني كل مره كنقطع منه شويه حتى كنقطع كلشي. وهنايا عندي كيف ما شفتوا معايا عندي جوج حبات ديال المطيشه، عندي شويه ديال القزبور والحامض، وعندي واحد جوج دروس ثلاثه دروس ديال الثومه، واحد بصله مشلضه. هنايا راه وريتكم المقادير، يعني داكشي اللي غادي ندير فيه هما هاد المكونات. صافي غادي ناخذ الكوكوط، غندير فيها هذيك البصيله، وغندير فيها شويه ديال الزيت، زيت بلديه وروميه او لا غير بلديه على حسب شنو باش كطيبوا. يعني نتوما من الاحسن ديروا لي شويه زيت بلديه كتجي زوينه. غنديروا هذيك الثومه وغادي نشحروا هذيك البصيله واحد شويه. هو الاول يعني ديك البصيله والثومه غنشحروه واحد شويه، وغادي نزيد عليهم مطيشه والمكونات الاخرين. هنايا غنشحروهم مزيان يعني هكذا كنقليوهم واحد شويه. من بعد ما قلينا البصيله وهذيك الثومه غنزيدو هنايا مطيشه، وغنعاودو نحركوهم عاوتاني واحد شويه. وغنضيفوا المكونات الاخرين. شويه د المليحه، هنايا غادي نديروا العطريه، ما تكثروش ليه الملحه لحقاش زيت كيكون شويه فيه يعني كيكون مالح، نديروا ليه غير شويه حتى تخصكم عاوتاني وديروا شويه. هنايا درت شويه ديال الكمون، شويه د البزار، سكينجبير، خرقوم، وشويه ديال التحميره. نحركوا هاد المكونات كاملين كيف ما كتشوفوا معايا، يعني حتى كيتخلط لينا هذاك الخير كامل. ما شاء الله كيجي زوين بزاف صراحه.
بهذه الطريقه يعني كيجي زوين. وهنايا غادي نديروا ليه شويه د الماء، من الاحسن يكون الماء سخون. صافي غنديروا الجهد فاش غادي يطيب لينا هذاك زيز، راه دغيا كيطيب بهذه الطريقه كيف ما قلت لكم. فاش كتكونوا كضربوه فاش كيطلقوا هذوك العصبات ديالو راه دغيا كيطيب، ما كياخذش الوقت بزاف. فاش ما كضربوه ما والو يعني معاك كتاخذوه كتبغيو طيبوه وتقادوه هكذا راه كيجي مكمزز شويه، راه ما كيطيبش دغيا، كيتعطل في الطياب. وواخا هكذا كيكون مكمزز يعني اللحم ديالو ما كيجيش فتي. صافي يعني من بعد ما درت ليه هذيك شويه ديال هذيك المريقه وهذا يعني الماء سخون كيف ما قلنا، غادي نسد عليه. راه كيف ما قلت لكم دغيا كيوجد دغيا كيطيب. وهنايا غادي نخليو يعني نبقاو نحركوا فيه هكذا شويه. بالنسبه ليا راه درنا فيه شويه ديال بطاطا هكذا مقطعه على وديت الوليدات، راكم عارفين يعني كيبغيو شويه البطاطا. ودرت هنايا مرصيات ديال الحامض صافي. وغادي نسدو عاوتاني على الكوكوط ديالنا غير واحد شويه اولا غير بلا ما تسدو عليها، خليوها غير هكذا محلوله. راه البطاطا دغيا كطيب، قطعتها على هذا الشكل. وصافي غنخلي هذاك زيزيالي حتى كيطيب دغيا كيوجد. هنايا درت واحد شويه د المليحه فوق من هذيك البطاطا والزيتون. وهنا من مورا ما طابلينا يعني خلينا فيه المريقه على حساب المريقه اللي غادي تاكلوا اللي تخليو فيه. وهنايا غندوزو لطبق التقديم باش نحطوه فيه. كيف ما كتشوفوا معايا واحد المريقه راه كتبان من هنا خاطره ما شاء الله، كتجي واحد المريقه اللي لذيذه بزاف صراحه. بهذه الطريقه كيف ما قلت لكم تبعوا غير الخطوات راه كيجي لذيذ بزاف. غادي يعجبكم يعني. بهذه الطريقه تقدروا ديروه حتى في الطاجين، حيت ساهل صراحه كيطيب دغيا بديك الطريقه اللي درنا. يعني راه دغيا كيطيب سواء درتوه في الطاجين اولا شويتوه اولا باي طريقه صايبتوه بها راه كيجي زوين. وهذه يعني من بين الطرق اللي كتكون سهله دغيا كتوجد. صافي هنايا غادي نحطو معكم في الطبق ديال التقديم. نتمنى هذا الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، اولا هاد الطريقه هذه ديال ازايز تنال الاعجاب ديالكم. صراحه راه واحد الطريقه اللي سهله ماهله ودغيا كيوجد دغيا كيطيب. تبعوا غير المراحل والشرح كيف ما يعني شرحت لكم، راه كيوجد دغيا ساهل ماهل وفي نفس الوقت بنين بزاف معلك ما شاء الله. ان شاء الله هذا الفيديو هذا ينال الاعجاب ديالكم. اللي عجبو الفيديو ما ينساش يبارطاجي مع الاصدقاء والاحباب، وما تبخلوش عليا كالعاده بلي لايك لي كومونتير ديالكم. وشكرا لكم بزاف على التشجيعات ديالكم ليا وعلى لي كومونتير الزوينين ديالكم. اللي اول مره كيزور القناه ديالي ما ننساش اشتراك وتفعل الجرس باش يوصلك كل جديد فضلا منكم وليس امرا. كيف ما كتشوفوا معايا يعني الطبق ديالنا كيفاش جا راه باين ما شاء الله بنين. يعني غير من الفيديو هكذا راه باين كيفاش جا، راه ما شاء الله. ما نعاودش لكم على واحد المذاق جا فيه. شكرا لكم على المتابعه، والى فيديو اخر ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.